السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل معاكم فيديو حلو قوي. طريقته سهله وكل حاجه طبعا في البيت، مفيش حاجه بس اللي ممكن تشتريها. هي لفه الجلاش. هنعمل فطير بالقشطه. عندنا يعني في محلات كتير بتعمله، بس بصراحه ده ان شاء الله هيعجبكم وهيبقى احسن من المحلات ان شاء الله. بس ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، ونبدا معاكم الفيديو ونصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول ما هنبدا معانا 3 معالق نشا كبار، معايا نص ربع كوبايه ميه، كوبايتين دول عشان القشطه، ومعايا كيلو لبن انا حطاه على البوتاجاز دلوقتي عشان هنعمل الشربات. معايا كوبايتين سكر وكوبايتين ميه فانيليا، بس يمكن عملتها معاكم قبل كده بس برضه هعملها المره دي كمان. معانا لفه جلاش نص كيلو. احنا هناخد دلوقتي الميه والسكر. عشان دلوقتي الحله هنحط فيها الميه ونحط فيها السكر، كوبايتين السكر، هتقلبي، وبعد شويه هعصر عصره الليمونه، كوبايتين السكر وكوبايتين الميه بس. هحط الفانيليا ونسيبها بقى مع نفسها كده، ونروح نعمل معاكم القشطه. ده الكيلو لبن مفيش فيه لا سكر ولا اي حاجه. دلوقتي احنا هنجيب ال3 معالق نشا وعليهم نحط يجي معلقتين ميه كده بس، ونقلبهم. اقلب النشا والميه، قلبها كويس عشان ما تتكتلش معاكي. اهي لبن دفى، نفضل نقلب فيها ايديكي ما تشالش منها عشان ما ايه ما تكتلش معاكي. ساعتها فطير بصراحه طعمه بيبقى جميل. ممكن تحط عليه شربات بعد ما بيطلع، وممكن تحط عليه سكر بودره، يعني ده ينفع وده ينفع. تغيير بلا البشر والزبيب والحاجات ديت والمكسرات اللي الناس بتبقى تحشي. كده خلاص، كده القشطه خلاص اهي. هنسيبها تبرد. هي كده خلاص عادت كويسه، معلش محتاجه ان احنا نقلبها. هنسيبها تبرد، هتلاقيها برضو ايه مسكت في بعضها كده. كده دلوقتي السكر داب. هنحط دلوقتي الليمونه، حطيت الفانيليا، هحط عصره الليمونه، ناخد لها بس غلوه واحده بس، وبعد كده ايه نطفي عليها. كده عملنا القشطه. هنبدا نعمل الجلاش. ده كوبايه زيت، انا مش هعمل سمنه، انا هعمله بزيت لان بيبقى حلو قوي بالزيت. وهتجيبي معلقه بيكنج باودر، لو عايزه تحطها حطها، بس انا بصراحه ما حطيتهاش المره دي لان الفطير مش ما بيبقاش محتاج ان هو يتحط له باودر. احنا غطيناه اهوت. بسم الله ما شاء الله الجلاش بتاعنا حلو. بس علينا نفسنا كده اهوت. خد ورقه واحده، بسم الله اهوت. انا بتنيها كده وبقوم حطاها واقوم دهناها بالفرشه عشان تبقى مورقه معاكي كده وجميله. طريقه الفطير ديت حلوه قوي وسهله. بسم الله. لو عاوزه تحطي بشره، عاوزه تحطي زبيب حطي، لكن هو الفطير ما بتحطلوش الحاجات دي اهي. بسم الله، طريقه سهله. هنجيب ديت على دي كده، وديت اهي كده. هنحط برضو الناحيه التانيه بس ورقه بس، انا مش هعمل الا ورقتين بس زي ما وريتهم لكم بنفس الطريقه اهي. هعمل دي كده وبرضو التانيه كده، طريقتها سهله اهي كده. بنفس الطريقه اهي. تقوم قلبها كده. شوفوا عامله ازاي. انا الاول هدهن الصينيه عشان اللي اعمله احطه على الصينيه. الصينيه حطاها
هندهنها كلها زيت. طريقة الفطير سهلة قوي وما بتاخدش اي حاجة. الشتا بحب الحاجات اللي على طول مسكرة، واولادنا بنفس الطريقة. ها بسم الله اهو. هقوم جايه، هتقوم تانيها كده، بس هاخد ورقة كمان اهيت، ورقة واحدة، واقوم حاطة دي عليها كده، هدهنها برضو زيت، واقوم حاطة ديت في النص كده، وبرضو هقوم دهناها بنفس الطريقة على كده. من كيلو يعني نص كيلو جلاش هيعمل لك احلى صينية بتاع فطير اهوت بنفس الطريقة. وده برضو بنفس الطريقة، هدهنها برضو زيت، طريقة ما بتاخدش اي وقت. شوفوا اهو كده خلصنا الكمية. بسم الله ما شاء الله، صينية فطير حلوة وهتعجبكم ان شاء الله. هندهن الوش بالزيت اللي فضل اهوت. يلا لو عندك لفة جلاش قومي اعمليها لاولادك، فرحيهم، عشان احنا اولادنا كده بدل ما يخرجوا يجيبوا الحاجة من بره احنا نعملها لهم في البيت. طريقته سهلة وما بياخدش اي وقت، يعني ممكن في نص ساعة تخلصيه في عمايل. يعني هو ما بياخدش حاجة، بس هتحطيه في الفرن يعني نص ساعة بالظبط، عمايل نص ساعة وهطلعه وهتلقيه بسم الله ما شاء الله عليه. دلوقتي انا مولعه الفرن. اول ما بدأت فيه، يعني اول ما بتبدأي في الحاجة في البتاع الفطير، قلت لازم اولع الفرن الاول عشان الحاجات دي بتحب الفرن السخن. انا هحطه في الفرن وهنطلعه نوريه لكم. كده خلصنا الفطير وطلعناه من الفرن اهوت. هنحطه على صينية، هنحطه الاول على طبق. بسم الله كده، عشان لما احب احط عليه الشربات. بسم الله الرحمن الرحيم كده عشان يبقى قدامكم كل حاجة. بعد ما خلصت الفطير شوفوا شكله بسم الله ما شاء الله. اللي عاوز يسيبه كده بعد ما حطيته في الشربات يسيبه براحته، بس هم عاوزين على وشه سكر، بيدي شكل حلو قوي. سكر البودرة كده خلاص. بسم الله ما شاء الله، ريحته جميلة، وانا بصراحة دقت منه طعمه جميل قوي، وان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.